السلام عليكم. معاكم محمود الهيدي من جيم مصر، والنهارده برضو مكملين تعتبر تاني حلقات ولسه مكملين في الدراع. تاني تمرينة الدمبل وانت قاعد بالظبط، تبقى قاعد على كرسي او دكة وبتحط كوعك على الفخذ برجلك وبتنزل الدمبل مفتوح. ده ما فيهوش بقى لف ولا يعني ما فيهوش بتلف الدمبل شمال ولا يمين، بتنزله مفتوح وبتنزله خالص. وزي ما انت شايف هنا الرسمه موضحه ان هي بتشتغل الراسين بتوع البايسبس زي ما احنا اتفقنا، او ناس كده بتتكلم البايسبس اللي هي عضله ليها في الراس الطويله والراس القصيره اللي هو بيسموها اللونج هيد والشورت هيد بتاعتها. اللونج هيد اللي هي بتبقى من بره، العضله نفسها من بره. الشورت هيد اللي هي بتبقى من جوه. التمرينه دي بالذات بتشغل الاثنين مع بعض. طب تعالى بقى اوريها لك. التمرينه نفسها سهله جدا خالص. بتقعد على كرسي او دكه، تحط دراعك على الفخده بتاعتك وبتطلعها فوق وبتنزلها تحت خالص. مفيش بقى حركه للكتف، مفيش حركه للرقبه، مفيش اي حاجه. دراعك بس هو بيطلع بينزل، وبتخلي الدمبل زي ما هو كده، لا بتلفه بقى ولا بيلف من الناحيه دي كده ولا اي حاجه. بيبقى مفتوح طالع ونازل. بسيطه جدا، مش محتاجه ان احنا نتكلم عليها اكتر من كده. تمرينه تانية كويسه برضو بالدمبل للبايسبس كيرل، اللي هي بتبقى نايم على الكرسي اللي هو بتاع الانكلاين، اللي هو الانكلاين بتاع الصدر، بتلعب عليه بايسبس. بس في ملحوظه مهمه جدا هنا اهوت. حلو كلام. انا عارف ان الكلام بالانجليزي وانا هحاول اترجم لكم. يعني الفكره كلها في النقطه ديت، عشان تبص هتلاقي بس محطوط عليها عشان ما حدش يقول ان انا بالف. يعني بيقول لك الارتفاع بتاع الكرسي نفسه انت اللي تتحكم فيه. بمعنى ايه؟ كل واحد فينا بيختلف ايه الاستراكشر بتاعته، يعني كل واحد تركيبته بتختلف. المايل بتاع الكرسي انت تتحكم فيه. ان انت لو الكرسي بعيد شويه لحجمك انت، المدخل نفسه بتاع العضله بتاعه البايسبس بيبقى تحت عظمه الكتف. فلو الكرسي راجع لورا هيضايقك كتير جدا وانت بتلعب. فانت الوحيد اللي تقدر تتحكم ميل الكرسي يبقى عامل ازاي. التمرينه دي بكل بساطه بتبقى مايل كده اهو. حاول على قد ما تقدر ما تريحش دماغك قوي كده، خليها مرفوعه بس ما تزقش دماغك قوي. تخلي بس رقبتك مرفوعه والدمبل بيبقى تحت، ترفع تنزل تاني بكل بساطه، ما فيش اي مشكله خالص. بترفع وبتنزل. لو انت بتلعبها حسيت بوجع ما بين الكتف، يعني الحته اللي هي في النص دي ما بين الكتف ناحيه باطك، يعني من ناحيه الكتف والبايسبس، اعرف ان الانكلاين نفسه بتاع البنش محتاج ان انت تعدله شويه، يا ترجعه ورا يا تطلعه قدام. حاول على قد ما تقدر تظبطه، بس هو عاده لو في وجع هيبقى مايل لورا اكتر، حاول تطلعه قدام. ولو اصلا تمرينك كلها ما بتجيبش نتيجه معاك او فيها وجع ازيد من الفايده، بلاش منها. زي ما اتفقنا كل تمرينه في مليون تمرينه بدلها. يلا توفيق ان شاء الله. السلام عليكم.